بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم معايا. اليوم إن شاء الله تتميمة لحلويات العيد. جبت لكم وصفة بريستيج صابلي بطريقة بسيطة. الحشوة أكثر من رائعة، حشوة جديدة. تبعوا لا فيديو إن شاء الله، وإذا عجبتكم لايكيوها لنا، ما تبخلوش علينا لو لايك هذاك وبارطاجيوها مع أحبابكم وصحابكم. شوفوا القوام تاع الحلوى بكل مصداقية. هنا زبدة ما شاء الله، لو فوغاج دخلاني ثاني كرانشي ما شاء الله، يعني موديل جديد. هذه لا باتا تارتيني اللي خرج جديده تاع الوجدان كرانشي، ذوق رائع، ذوق البندق. دونك نروحوا الى تتميمة الوصفة. كما سبق لي وقلت لكم انايا لو سابلي، يعني الوصفة تاع السابلي كنت درت اون كونتيتي وبعد درت بها اشكال. دونك قلت لكم كل مرة ندير لكم شكل. الوغ الشكل تاع اليوم هو هذا، افيك لا ديكوراسيون هذيك. كما حطيت لكم لا فيديو تاع التجهيزات المسبقة للديكورات الحلويات، يعني كوني كما يقولوا لا نسى وجدي ديكورات قبل ما تبداي الحلوى تاعك باش تكسبي الوقت. واش عندي 100 غرام تاع زبده. انا استعملت زبده اوبلين. علاش؟ لان اوبلين ما فيهاش ريحه الزبده القويه، تجي خفيفه داكوغ، ميم المذاق تاعها بنين. واش ضفت لها؟ كانت عندي شونتيي، نتوما ديروا نص كاس تاع ماء مع نص كاس تاع شونتيي، طلعوهم. واش هو السر في البنه تاع هاد الكريمه؟ هي اني ضفت لها باكي تاع 50 غرام تاع فلان كراميل. دوكا نتوما الاذواق تخيروهم كيما حبيتوا. هنا راني نوري لكم هذيك شوكولا تارتيني اللي خرجت قلت لكم تاع الوجدان كرانشي ذوق البندق. هذيك راهي تتباع بالميزان، تقدروا تشريوها بالميزان. بون انا هاد البيضه صغيره قامت لي 32000، فيها 200 غرام. الوغ كيما راكم تلاحظوا طريقه سهله بسيطه. نحطوا الكريمه تاعنا في بوشادو باش تجينا الخدمه مليحه. نديروا ان سيركل الاول يكون شوي عالي، نضيفوا الحشوه دوزيام يعني الداخل. اللي ما بغاتش دير وماهيش توفر عندها انها دير زوج حشوات، تقدر تستغنى على الفوغاج الدوزيام. يعني تقدري ديري الزبده، كريمه الزبده، ولا ديري الفوغاج هذا كيما حبيتي. حطيت وحده فوق وحده، وضروري تدخلوهم المجمد. لازم يقعدوا على الاقل نص ساعه في الكونجيلاتور وباش نبداو نكلاصيوهم. اول حاجه يجينا لو كلاصاج ساهل، وثاني حاجه الخدمه تاعنا تجي فيني وتجي رابيد. الوغ فوالا ذوبت انا شوكولا تاع الكلاصاج عادي، اي نوع تاع شوكولا تستعملوها. ذوبتها كما راكم تلاحظوا، ويجيني الكلاصاج ساهل. وشوفوا كيفاش تبري ما شاء الله. نبداو نكلاصيو الحلوى تاعنا ونحيو لها هذاك ليكسي الزايد. ما قلت لكم طريقه بسيطه، تعرفوا على بالي بلي كاع تعرفوا كيفاش ديروا صابلي، تعرفوا كيفاش تكلاصيوه وشنو. انا عطيتكم الحشوه ولا عطيتكم لا ديكوراسيون، يعني نمد لكم اون ايدي واقتراح، وانتم تخيروا وتشوفوا كيما نقولوا كل وحده ومقدورها، كل وحده والشيء الموجود عندها في دارها. يعني دي فوا الواحد ما يكلفش نفسه. قادره ب 125 غرام تاع زبده ديري اون اسيات بيان بريزونطابل. وكما قلت لكم انايا ب 500 غرام تاع بور درت شحال من نوع، واني حنبارطاجي معكم شحال من نوع ان شاء الله لا قدرني ربي. داكوغ نحتاج منكم برك دعم، انكم تلايكيو لنا لا فيديو بيان سور اذا عجبتكم، وبارطاجيوها لنا مع احبابكم وصحابكم. الوغ قبل ما تبرد تجمد لنا الشوكولا، نروحو نديرو هذاك لو سيركل اللي كنا خدمناه في الترانسفير. داكوغ شوفوا الشكل تاعها يجي شباب، يجي هايل، يعني تري بريزونطابل. كي نكملو نكلاصيوهم لي في، انا حنعطيكم 3 اقتراحات في لا ديكوراسيون هذيك تاع لو سيركل ا لانتيريور. يعني تقدري، ممكن نقول لكم 4 اقتراحات. تقدري تخليهم هك سي تري جولي، هكا سامبل، ما عندكش باش تزيدي. واش حندير انا؟ تكتفي بهذا التزيين. عندك كما يقولوا ولا توي اماتريس، كيما انا نحب نخدم الكاطو، نحب نبدع، نحب لا ديكوراسيون، تقدري انك تتوفري على هذا لي تروك دو ديكوراسيون اللي راح نديرهم هنايا، وتضيفي كلمسه من عندك، يعني تضيفيهم. لكم الاختيار، يعني كما قلت لكم الجود بالموجود. انا ريشي في نعطيكم الفكره، وانتوما كما يقولوا ابدعوا كما حبيتوا. فوالا نكمل لو غلاساج داكوغ ونحطهم بجيه.
ou bien ندخلوهم الكونجيلاتور بوندون 30 سكوند برك ولا 1 مينوت وتعاودي تخرجيهم. داكوغ، هذه هي الطريقة سهلة بسيطة يعني، والنتيجة رائعة. البنة ثاني نذقوها ولادي عجبتهم بزاف. دونك اون ميم طون يعني هاد لا كونتيتي شويه منا شويه منا شويه منا وانتي درتي ان بلاطو فاريي. داكوغ، من بعد في لافان تاع تاع الحلويات يعني نعت لكم ندير لكم ان بلاطو فاريي باش تشوفوا يعني باش تقدروا ديروا. الوغ انا واش عندي هنا؟ عندي شوكولا تاع كالبو، هذيك اللي تجيك شغل دي بتي كارو. داكوغ، هاي تتباع بالميزان. واش درت؟ حكمت انايا سكر ديامون. داكوغ، ندير نمسح هذاك الدخلاني باش تلصق لنا. داكوغ، وبيان الجلوكوز اللي ما عندهاش تقدر تستعمل جلوكوز عادي. نحطوها نضغطوا عليها شويه ومن بعد نفرغوا نحيو هذاك ليكسي الزايد. داكوغ، هذا ما كان يعني انا واش درت لها الساع باش ولات هكا دوغي، درت لها لو ناكري يعني صبغتها بلو ناكري. فوالا، هذا كاقتراح اول. كما راكم تلاحظوا قلنا ندهنوا بهذاك السكر ديامون، راه يتباع ثاني عند اللي يبيعوا دوزان الحلوى. داكوغ، الاقتراح الثاني نحكموا سكر ديامون ونخلطوا معاه لا فوي دور. انا درتها دوغي يعني فوي دور، تحبوا نتوما فوي ارجون كيما بغيتو. داكوغ، تحبوا تستغناو عليها ما ديروش لا فوي دور، ولا تقدروا ديروا هذوك لي بول هذوك تاع الكوفريت اللي يجيو اون كولور. ثاني لكم الاختيار. مي هنا سكر ديامون هذا اون ديري كي يشد روحو اون ديري دو كريستال، يعني اون ديري زجاجه هكا. شفتو هذوك اللي يخدموا لا غيزين كيحطوا لا غيزين ويخلطوا لها هذا الدوغي وهذا لي بيتال هذوك كيفاش تولي هذيك لا ديكوراسيون دي شابه. سي لا ميم شوز، هكا تولي لكم اون فوا صدير اون فوا تنشف سي بون. الوغ اقتراح ثالث، فوالا الاقتراح ماشي هذا الاقتراح الرابع، كنت ديجا قلت لكم اقتراح الاول انكم تخليوهم كيما راهم. الاقتراح الرابع انك تدهني شوكولا وتعاودي ديري هذيك شوكولا كالبو لي بتي كاري هذوك اوفون. هذا مكان يعني شيكولا في شيكولا. داكوغ، مي بنينه حقيقه بنينه. فوالا، هذا هو التزيين تاع الكاطو تاع اليوم. نتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش تخليونا تعليقاتكم، تقولوا لنا آراءكم. داكوغ، لحقنا إلى نهاية الفيديو. شاهدكم في الجنة. نتمنى الفكرة تكون عجبتكم. ما تبخلوش علينا بلايك البنات، ونتلاقاو في فيديو آخر. سلام.